غادي نشارك معكم 3 ديال لي سويس رول، وفيها البنات سويس رول اللي بلا ضراب كهربائي. بالنسبه للعيالات اللي ما عندهمش الضرب الكهربائي غادي يعجبكم هذا الفيديو، حيت ما غادي تخدموا واحد الجينواز بدون ضرب كهربائي. كيجي جينواز زوين طالع وخفيف، وحتى الكريمه البنات غادي تخدموها بلا ضرب كهربائي، غير باليد البنات، وبلا شونتيي، بلا كريمه سائله، كريمه اقتصاديه وبنينه بنينه بزاف. كنصحكم هاد الكريمه بالضبط تجربوها، وغادي تجربوها وغادي تعجبكم هاد البنات. الا كانت هذه اول مشاهده لكم القناه، هذه قناه زينه في الكوزينه، ما تنساوش اللايك والاشتراك الى عجبكم محتوى الفيديو. عندي هنا البنات 5 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره الغرفه، وعندي البنات 6 المعالق كبار ديال الزيت، تقريبا قريب نص كاس بالغرام 65 غرام، وعندي 6 المعالق كبار ديال الماء، تقريبا 70 غرام ديال الماء، ما وصلش نص كاس. عندي البنات هنا سنيده، عندي تقريبا 140 غرام، 6 المعالق ديال سنيده، قريب كاس. وعندي هنايا كاس ومعلقه ديال الطحين تقريبا 130 غرام، والمعلقه هذا هو القياس اللي معمراه، تقريبا 6 المعالق اللي دايره انا تما في المجموع. وعندي هنايا جوج فاني التنسيم، حيت هاد السويس رول كيبغي جوج فانيات كتبقى فيه الريحه. وعندي نص خميره اللي غادي نستعمل، نص خميره كيميائيه. الاول البنات غادي تفرقوا البيض، تفرقوا ليه البيض على الصفر، ضروري في هذه المرحله نخدم بهذه الطريقه. ومن الاحسن تفرقوهم في شي زلافه بوحدهم، باش الا خرجت لكم شي وحده خاسره ولا الا تخلطت لكم ما يضيع لكمش كلشي. انا هنا مع الزربه مهم خلطنا المهم فرقتهم بهذا. هنا البنات غادي نبداو بصفر البيض، غادي تزيدوا عليه نصف الكميه من السكر سنيده، حيت الكميه الاخرى غادي نخلطوها مع بيض البيض. غتخلطوا مزيان حتى يضاعف لكم الحجم ديالو، وغادي تضيفوا هذاك الماء 6 المعالق د الماء و6 المعالق ديال الزيت. هنا المقطع ما تصور ليش. وغادي تبداو تضيفوا في الكاس ديال الطحين ديالكم كامل، هذاك الكاس ديال المعلقه، داك الكاس ديال الطحين والمعلقه غتضيفوه، في الاخر غتزيدوا عليه نص كيس من الخميره الكيميائيه، وزدت حتى الفاني درتها في الاول. هنايا البنات سمحوا لي ما تصور ليش المقطع. المهم غتخلطوا كلشي مزيان. هاد الطريقه زوينه بزاف، وكتطلع لكم الكيك، وكتخلي بيض البيض ديالكم ما يطيحش، لانكم كلشي المكونات كتكون خلطوهم مع الصفر حتى الاخر، وغادي تضيفوهم للبيض. هكا كتعطيكم واحد النتيجه رائعه البنات، وغادي غادي تعجبكم بزاف. هنا بالنسبه لبيض البيض، انا خديت هنا بيض البيض، وغادي نبدا كنضربو بهذا الشكل. تاخذوا دراب، هادي دراب يدوي عادي، هاد راه كاع العيالات عندهم. يعني هاد الجينواز غادي نديرها لكم بلا دراب كهربائي، وغادي تبداو كطوروا فيه هكذا بيديكم. فاش غادي يبدا كيكشكش لكم بهذا الشكل، عاد هذيك الساعه غادي تبداو تضيفوا السنيده بشويه بشويه. واخا البنات هاد الطريقه شويه كتعذب في اليد وكتعيي وكتاخذ وقت طويل، ولكن النتيجه ديالها زوينه وواعره بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الضرب الكهربائي، ونتيجتها رائعه البنات، بحال اللي ضربتوه بالضرب الكهربائي. المهم انا غادي تستمروا فالبنات كتستمروا في التضرب مزيان، وكتحصلوا على هذه النتيجه كما كتلاحظوا. حصلت عليها غير بالضرب ديال اليد، واخا شويه عياتني في يدي، ولكن النتيجه زوينه. في هذه المرحله غادي تضيفوا الخليط الاخر اللي خلطوه في الاول، وغادي تبداو كتخلطوه كذا بالفوي من التحت للفوق. حاولوا البنات غير بشويه خلطوا باش ما تطيحوش البيض ديالكم. ضروري في هذه المرحله تخلطوا بشويه. الا بقيتوا كتخلطوا بجد وكتبداو تشوفوا غادي بحال ما درتو والو، بحال ما ضربتوش هذاك البيض، غادي تفشوه وما يعطيكمش نتيجه زوينه. صافي من بعد ما خلطته غير بشويه حصلت عليه بحال هكا. هنا كنحيد الدراب وندير الفوي، عفوا نحيد الفوي وكندير السباتول باش نخرط به هذاك لتحت، حيت ما كيكونش مخلط مزيان هذاك الاسفل اللي لاصق في الاناء. هنا صافي من بعد ما ساليت كتصبوها في واحد لاطه اللي مفرشه، ضروري تفرشوا ورق الطبخ السويس رول. قياس ديال لاطه تقريبا فيها 40 سنتيم على 33 سنتيم، وكتدخلوا الفران اللي مسخن على 180 درجه من التحت والفوق، والفرفاره ضروري من التحت والفوق تكون الحراره، وتدخلوا للسطر التحتاني وكتخليوه كياخذ لكم من 10 حتى ل 15 دقيقه على حسب كل وحده والفران ديالها. المهم خصكم تبقاو مراقبين الفران ديالكم ما تغفلوش عليه. من بعد ما طابت البنات هنا وهي سخونه، هاد العمليه ضروري ديروها السويس رول ديالكم وهي سخونه، كتقلبوها في واحد الورقه اخرى ديال الطبخ، ضروري ترشوا ديك الورقه بكميه وفيره من السكر كلاص. هنا السكر كلاص كيخليها ما تلصقش، لانها هي سخونه غادي نلويوها، فديك القشره الفوقانيه الحمراء كتلصق لكم في القاعد.
والسكر كلاص ديالو الدور ديالو هنا بحال الطحين ما كيخليهاش تلصق. صافي هنا حيت البنات القاعد اللي كان لاصق. هنا البنات يخلي لكم السويسرول راه ابيض، راه هو طايب، راه غير داك القشره الحمراء راه لصقت في القاعد فاش حيدتو عليه. هنا كتحاولوا تكدوا ليها الجناب، تحيدوا هاد الجناب الا كانوا يابسين، من بعد غتاكلوهم ولا عطاوهم لوليداتكم. وهاد الطرف الاخير اللي غتكون في اللويه الاخرى غادي تقطعوه بهذا الشكل مايل، غتديوه مايل باش يكون هو ديك السده الاخرى ديال هاد السويسرول، ويجي لكم السويسرول مفيني. صافي هنا في البدايه ديال اللي غادي نلويو فيها غدير واحد 5 ديال الخطيطات ما بين كل خط وخط تقريبا 1 سنتيم. فهاديك البدايه ديروا ماشي يعني في السويسرول الكامل، فقط في هذيك البدايه باش تجيكم الذره مفينيه مزيان وتجيكم مقاده. صافي هنا البنات كتبداو كتلويو هاد السويسرول ديالكم، حاولوا تزيروا اللويه باش حاولوا تسرعوا يديكم باش تلويوه هو سخون، ضروري يكون باقي سخون باش البنات يشد لكم هذيك الفورمه وداك الشكل ديال السويسرول يكون مقاد. صافي هنا من بعد غادي نلويه، غادي نزيرو مزيان وغادي تدخلوه للثلاجه وتخليوه حتى يبرد. وهنا البنات غادي ندوز معكم باش نحضر معكم السويسرول الاخر، هو نفس الطريقه البنات ونفس المقادير، غير هو غادي نخدمو بالضرب الكهربائي وغادي نضيف عليه هنا النكهه ديال الفريز، ولا ممكن ديروا غير اللون فقط اللي بغيتو. انا هنا غادي نضيفو لون ونكهه. خلطت المهم هذاك ابيض البيض مع السكر حتى حصلت عليه بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا نخلط في صفر البيض حتى يضاعف الحجم ديالو مع واحد الكيس من السكر الفانيل التنسيم. غادي ديروا سنيده وغادي تخلطوا مزيان، غادي تبداو تضيفوا الماء وتضيفوا الزيت. هنا البنات اللي الا ما كنتوش غديروا اللون ديروا اللون ونكهه، زيدوا واحد الا كنتو باغيين يعني ديروا غير اللون تزيدوا سكر فاني لان كتبقى فيه ريحه البيض، يعني ديروا 2 كيس من السكر الفاني. صافي البنات هنا خلطت الطحين وزدت عليه الخميره وغادي نضيف هذاك الملون، هو ملون ونكهه. داكشي علاش ما درتش 2 من اكياس الفاني. صافي من بعد ما خلطت الخليط مزيان غادي نضيفوا الخليط ديال البيض، وكما العاده غادي تخلطوه غير بشويه من الاسفل للاعلى، غير بشويه البيض. واخا هنا البيض كيبان لكم في الزربه غير حيت مسرعه المقطع. في الاخر غادي تاخذوا السباتيل وتبداو تخلطوا يعني في القاع ديال هاد الزلافه هذه باش حيتاش كيكون لاصق فيها ما مخلطش. ضروري في هذه المرحله تجيبوا سباتيل وتخلطوا من الاسفل وتخرطوا هذوك الجوانب كاملين ديال الزلافه ديالكم. كتخويوه هنايا في اللاطه وكتسرحوه، كتحاولوا تخبيو ديك اللاطه شويه وكتدخلوه للفران نفس الطريقه البنات ديال الطياب ديال الاول. صافي من بعد ما خرجتو كما كتلاحظوا هذا البنات تختفل لي شويه في النار في الطياب، مع انني خليته نفس الوقت وعلى نفس الحراره اللي طيبت عليه في الاول، ولكن هاد المره كان الفران سخون بزاف حيت طيبت هذاك الاولاني. داكشي علاش تخطف، وداكشي علاش قلت لكم كل وحده تراقب فرانها كل وحده وتشوف شحال القياس ديال الوقت اللي غادي ياخذ ليها. صافي البنات درت له نفس العمليه اللي درت الاول، قلبته بهذا الشكل هذا وغادي نفيني ليه الجناب وغادي ندورو كما درت له في الاول ونحتفظ به في الثلاجه حتى كيبرد تماما. هاد العمليه كديروها له ضروري وهو سخون. هنا غادي ندوز نحضر معكم الكريمه اللي كتجي رائعه يا البنات، بلا ضرب كهربائي وبلا كريمه سائله وبلا شونتيي. غادي تحتاجوا 125 غرام من الزبده الطريه اللي تكون بحراره الغرفه. هنا الزبده اللي انا مستعمله هي الزبده ديال العبار، ما تستعملوش الزبده ديال الطاسه البنات. الزبده ديال الطاسه ما كتخلي لكم، سبق لي مجرباها وخلات لي الكريمه البنات ما تجمعات ليش، بقات الكريمه دايره بحال الحريره. صافي غتحتاجوا غرف ديال دانون يكون بنكهه الفاني، وغادي تحتاجوا يعني بعبار دانون غتعبروا كاس زيت وكاس حليب بالقياس ديال داك الغرف ديال دانون. هنا بغيت نكه انا هاد الكريمه بالشوكولاته، احتاجيت لواحد المعلقه كبيره من الكاكاو، واحد معلقه صغيره من نسكافيه، ذوبتها البنات في الحليب، ضروري تذوبوها في الحليب. هنا خديت السكر كلاصي خلطته مع هذاك الكاكاو. وهنا البنات بغيتو ديروها بنكهه الفاني ديروها بنكهه الفاني، تجيكم بيضه ما ديروش فيها الكاكاو تجيكم واعره البنات واللون ديالها كيجي بيض وزوين. صافي هنا خلط الزبده بحراره الغرفه وتكون ديال العبار ما ديروش ديال الطاسه كنأكد عليها، وغادي تبداو كدلكوا فيها مزيان البنات مع داك السكر كلاصي حتى تولي لكم بحال الكريم. عرفتوا يا البنات هاد الكريمه كتجي رائعه البنات واقتصاديه وزوينه بزاف، خفيفه وما كتكهمش، راه واخا فيها الزيت والزبده راه ما كتكهمش. وهنا في هذه المرحله ملي خلطتوا السكر كلاصي مع
سنيده، عفوا السكر كلاصي مع الزبده، غادي تبداو تضيفوا الحليب والزيت. هنا الطريقه ديال الاضافه ديالهم كتضيفوا جغيمه زيت مع جغيمه حليب، وكتستمروا حتى كتساليو الكميه. ما تكبوش الحليب كامل وما تكبوش الزيت كامل، لان البنات هنا الدور ديال الزيت هو اللي كيخلي السائل اللي هو الحليب يتخلط لكم مع الزبده والزيت. الزيت هو اللي كيخلي هذاك الحليب يتخلط لكم. كتمشيو شويه زيت وشويه حليب وكدلكو، شويه زيت وشويه حليب وكدلكو حتى كتساليوها. من الاحسن البنات ديروا كسعه كبيره. انا هاد الكسعه صراحه عذبتني، ما خدمتش فيها مرتاحه. المهم كتمشيو بهذا الشكل البنات. ها نتوما الكريمه هي كتبدا كتهوى، كتخفاف وكتجي بنات بنينه بزاف. كنصحكم انكم تجربوها. هنايا بنتي راه كانت مصدعاني عليها، ذقتها وعجبتها لانها فنه. انا عجبتني السويس رول اللي عمرته بهذه الكريمه، عجبني على السويس رول اللي عمرته بالكريمه السائله. وما كتكملش البنات، راه واخا فيها الزيت والزبده. هنا شوفوا القوام ديالها كيفاش ملس. هنا في هذه المرحله غتزيدوا ليها واحد الكاس ديال دانون البنات، كيزيد لها واحد المذاق زوين. بغيتو ديروا بيرلي غادي يكون احسن، لان درت دانون ديال الفاني. وكلشي المكونات يكونوا بحراره المطبخ، ما يكونوش باردين باش ما تفرق لكم، ما تطلق لكمش الزبده الماء. هنا كتخلطوا مزيان، ولا لاحظتوا ان الزبده طالقه الماء ولا ان دانون ما مخلطش مزيان، زيدوا في الاخر شويه ديال الزيت. كما قلت لكم الزيت كيرطب الكريمه وكيخلي السوائل تخلط مع الزبده وما تطلق لكمش الزبده السوائل. هذا هو القوام ديالها النهائي البنات. شفتوا كيفاش ملسه زوينه وكتبقى شاده راسها. واخا يبات لكم الطورطه، واخا تبات الا درتوها يعني في كورفي ودرتو بها كذا وريدات، كيبقاو شادين البنات. مازال تدخل الثلاجه وتشد راسها مزيان. صافي بالنسبه لهاد الكميه وهاد المقادير اللي عطيتكم يلاه كفاوني باش نعمر السويس رول من الداخل. يعني البنات الا بغيتو تعمروا من الداخل وتزينوا ضاعفوا المقادير. هذه يلاه كفاني، وعاود درت كريمه واحده اخرى البنات. صافي البنات هنا كتدخلوها شويه للثلاجه تشد راسها، من بعد تزينوا بها. صافي وكتجبدوا داك السويس رول ديالكم من الثلاجه من بعد ما يكون برد، يعني تكونوا دايرينه غير في الاسفل البنات. صافي كدهنوا عليه الكريمه بهذا الشكل. هذا السويس رول ما كنسقيوهش لانه البنات ما ناشفش بزاف، فيه الزبده فيه الزيت خلاص لداخل، وفيه الحليب. ما كيجيش بحال الجينواز بروفيسيونيل اللي كتكون ناشفه. صافي كتطبقوا هذيك الكريمه بهذا الشكل. وكما كتلاحظوا شوفوا القوام ديالها راه ملسه ليس، كتسرح بكل سهوله وخفيفه البنات. كنصحكم هذه الكريمه تجربوها. انا البنات كما قلت لكم يلا كفاتني الحشو الكريمه كامله، عاودت درت واحده اخرى باش زينت. صافي من بعد ما كتسرح الكريمه كترجعوا تلفوه بنفس الطريقه باش كان ملفوف في الاول، ومن نفس الجهه اللي كان ملفوف منها. كما قلت لكم البنات كثروا شويه السكر كلاصي فاش تكونوا دايرينو القاعد باش ما تلصق لكمش. انا ما كثرتش وراه لصقت لي دوك الجوانبها كما كتلاحظوا راه ملصقوا في القاعد. داكشي علاش كنديروا السكر كلاص. هنا كتحاولوا تزيروا مزيان داك الرولي، زيروه، خذوا شي مسطره ولا شي سباتيل وحاولوا تزيروه من الجنب، وكتردوه للثلاجه حتى يبرد وتشد الكريمه راسها. راه بالزربه كتشد راسها. كتاخذوا البنات الطبسيل فاش غادي تقدموا هاد السويس رول، ولا كنتو خادمين هكذا كوموند ولا شي حاجه كتشريو هذوك الكريتينات، راه كيتباعوا داك الكريتينات الطوال. كتاخذوا هاد الطبسيل اللي كيدور وتحطوه فوقه باش تجي لكم ساهل في التزيين. بالنسبه اللي ما عندوش هاد الطبسيل ياخذ بانيو بحال هكذا، وياخذ اما الطبسيل ديال الميكرو اوند ويحطوه فوق منه يبقى كيدور، ولا الا ما كانش عنده الطبسيل ديال الميكرو اوند ولا جاه صغير كما جاني انا صغير، ياخذ طبسيل عادي ويكفي فوق منه داك البانيو ويحط فوق منه السويس رول ويبدا يخدمو هكذا. كتسهل عليه العمليه. المهم خديت انا هنايا الكريمه وبديت كنسرحها فوق السويس رول. كنغطيها بهذا الشكل هذا، غطيت لها الجوانب وغطيتها من الوجه ديالها. وغادي ناخذ البنات فرشيطه باش ديروا بها هاد الخطيطات بهذا الشكل هذا. غادي نزينو بداك بحال الشكل ديال جذع الشجره. غادي ديروا فيه خطيطات بهذا الشكل هذا. راه شكل ساهل البنات وبسيط، وغادي توليو تردوه للثلاجه باش يشد راسو يتماسك. باش غادي تقطعوه يعطيكم هذا الشكل هذا بحال شي شجره مقطعه، بحال شي جديه ديال الشجره مقطعه. هنا قطعته هكذا مايل باش يجيني زعما بحال الا طبيعي. صافي كتردوه هكذا تلصقوه معها في الجنب، كتحطوه الكريمه كتلصق مع الكريمه بهذا الشكل هذا. صافي من بعد البنات ما لصقت هذاك الطريف غادي نقي هاد التفصيل حيت توسخ بالكريمه. وخديت هكذا هاد الوريقات ديال الشجره ديال السيبري مع هذوك الكويرات هذوك، غسلتهم مزيان وزينت بهم باش يعطيني بحال هذا الشكل. خديت هنا واحد التوتات وحطيتهم بهذا الشكل هذا، ودرت غبرت عليهم شويه ديال السكر كلاصي باش يجي بحال الا طايح الثلج.
انا البنات غادي نشارك معكم الكريمه اللي غادي نستعمل في السويس رول الثاني. كاينه البنات هاد الكريمه هادي ما بيهاش، زوينه النتيجه ديالها مزيانه. وكاينه هنايا هولالا البنات، هولالا راه كلشي كيشكرها وراه زوينه بزاف. والنسبه ديال هاد الكريمه السائله كل ما كانت فيها النسبه ديال الدهون طالعه كل ما كانت احسن. قلبوا على نسبه الدهون طالعه، ما تهبطوش بعدا قل من 20. انا ما تديوش الكريمه اللي فيها قل من 20%. عندي هاد الزرقاء فيها 25%، وعندي هولالا فيها 27% البنات. بالنسبه للثمن ديال هولالا كيدير 640، وموجوده حاليا هولالا موجوده في كاع الحوانت كاينه. بالنسبه لهاد الكريمه هذه ديال الطاسه كريم فريش البنات ما تستعملوهاش، نتوما وزهركم معاها، كاين فين كتطلع كاين فين ما كتطلع لكمش. استعملوا من الاحسن هولالا. بالنسبه لهاد الكريم باتيسري الزرقاء ما بهاش، وكتكون تقريبا هي في مرجان. الثمن ديالها كيدير 840. كتبقى الثمن ديال هولالا حسن ناقص عليها، والنتيجه ديالها حسن. المهم انا غادي نستعمل هاد الزرقاء حيتاش كانت عندي كنت خديتها هي الاولى، داكشي علاش بغيت نستعملها باش ما تكمل باش ما تبيريماش. بالنسبه واحد النصيحه اللي نقدمها لكم بالنسبه لهاد الكريمه السائله، ما تدخلوهاش للكونجيلاتور. هذه الا تجمدت لكم راها ما عمرها تطلع لكم. من قبل ما تستعملوها تدخلوها غير تبرد مزيان، غير لتحت فين كتحطوا الخضره. والا كنتم مخزنينها يعني محتفظين بها في الثلاجه، حاولوا البنات ديك الجهه اللي كتحطوا فيها الخضره ما تقربوهاش للبلاصه البارده اللي كتخرج منها البروده، حيت هي ما كتبغيش البروده بزاف، يعني انها تلج. ما تقربوهاش، احتفظوا بها في الثلاجه في البلاصه الاقل بروده في الثلاجه. وبطبيعه الحال ملي تبغيو تدربوها تكون بارده البنات باش تطلع لكم. هي اللي كانت سخونه ما غاديش تطلع لكم. هنا البنات كتاخذوا الكريمه ديالكم وكتدربوها حتى تحصلوا على هذا القوام هذا. حاولوا البنات هاد الكريمه ما تطلعوهاش البنات بزاف، حيت هي الا طلعتوها بزاف عاوتاني كتضيع. من بعد البنات كتضيفوا ليها واحد العلبه من الجبن، اي نوع ديال الجبن بغيتو. انا ضفت هنايا علبه من الجبن بيرلي، وقيله كان فيه 120 غرام. ضفتها لهذا الخليط وخلطت غير شويه، يعني ما تطربوش بزاف الكريم فريش، غير ان تطلع لكم ويبان لكم القوام ديالها متماسك صافي كتحبسوا صافي باش تستعملوها. بالنسبه للكميه ديال الكريمه اللي زادتني لهاد السويس رولا بالنسبه للحشو ولا في التزيين 400 غرام البنات اللي زادتني تقريبا واحد 400 ملي. المهم كتسرحوا هاد الحشوه هاد الكريمه فوق الحشو، كتسرحوها مزيان وكتوليو تلفوها. حاولوا تزيروها البنات فاش تكونوا كتلفوا. في الاخير البنات زيروها مزيان بشي مسطره ولا بشي سباتول، وعاودوا رجعوها للثلاجه حتى تبان لكم الكريمه بردت عاد باش تزينوها. هنا من بعد ما خليتو حتى برد وديك الكريمه تماسكت البنات، عاود تخرجتو. كيكون ساهل البنات لا في الهزان لا في الحطه البنات. كتبداو كتسرحوا فوق منه الكريمه بهذا الشكل هذا، كتغطيو ليه الوجه ديالو كامل. من بعد كترشوا عليه كاكاو كونكاسي ولا لوز ايفيلي ولا تزينوا باللي بغيتو. بالنسبه لهذا الكاكاو كونكاسي راه وجدتو معكم الفيديو قبل، غنخلي لكم الرابط ديالو في اسفل صندوق الوصف. صافي التزيين راه كيبقى اختياري. من بعد درت شويه د لاكريم في البوش ودرت به وريضات بهذا الشكل هذا، ودرت فوق منهم هكذا توت. ممكن ديروا كواس ديال الشكلاط ولا ديروا غير النعناع البنات، غادي يجيكم زوين ويجيكم في التزيين زوين بزاف. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري صافي، وكتوليو تدخلوها للثلاجه حتى تشد عاوتاني راسها عاد باش تقطعوها. البنات هنا غادي نقي التبصيل من الكريمه وداك الكاكاو. كتاخدوها هكذا سباتول ولا معلقه مقلوبه، كتغلفوها البنات بشي زيت وكتمسحوها هكذا كيمسح لكم بلا ما كيقيس لكم السويسرا. بالنسبه للسويسرا الثالث اللي ما كتعجبش الكريمه ولا ما عندوش ولا ما بغاش يضرب تماره، يدهنها غير بكونفيتير. اي نوع ديال الكونفيتير كان عنده البنات دهنوه هكذا، ماشي ضروري تكثروا. انا غير لقيت كونفيتير موجود وبقيت كنكثر. ديروا غير كميه شويه باش ما يميه لكمش هذا الكيك وصافي. وكتلفوه حتى هو بهذا الشكل، حتى هو البنات كيجي بنين بزاف وبسيط. صافي كتلفوه بحال هكذا وكدهنوا ليه حتى الوجه. كتزيروه هنايا كتزيروه مزيان البنات، وكدهنوا ليه الوجه ديالو بالمربى وتزينوا هكذا. زينتو حتى هو بالكاوكاو كونكاسي ولا زينوه باللبن. والشكل النهائي ديال لي سويس رول كيجيو البنات واعرين. الجنواس كتجي خفيفه بزاف. الكريم اللي جربت معكم ديال الياغورت كتجي واعره، انا عجبتني هي على ديال اللي معمره بالكريم فريش. وحتى البنات ولدي عجباتو بزاف. كتجي بنينه البنات، ماشي زعما غير اللي ما عندهمش الدراب اللي ممكن يديروها، حتى اللي عندهم الدراب يستعملوها بدل الكريم فريش في الكيكات ديالهم، يستعمروا بها اي طورطه بغاو يديروها. هنا بالنسبه للتقطاع كتاخذوا المنشار البنات وكتسخنوه
فوق النار لدرجه انه ما يكونش كيحرق لكم يدين سخون، ولكن كتقيسوا فيه وكتقطعوا كيقطع لكم داكشي البنات مقاد وفيني مزيان كما كتلاحظوا. هذا هو الشكل البنات ديالها كريمه البنات زوينه شاده راسها. انا قطعت حتى داك اللي فيه الكريم فريش، حتى هو البنات كيجي زوين. داك الجبن كيعطيه واحد المذاق زوينه البنات. كنتمنى ان هاد لي سويسرو ينالوا، وهذا ما كان. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، ونشوفكم المره الجايه في فيديو جديد.